وبيبدأ أحداث فيلمنا بوصول سيدة الأعمال تياو شان إلى مطار ماهاجايا، وبتكون في انتظارها ليانج، واللي بنعرف إن هي المسؤولة عن حمايتها وتأمينها بقرار من السفير. وبعدها بنعرف من الأخبار سبب وصول تياو شان إلى ماهاجايا، وهو القضاء على العصابات الإجرامية. وفي نفس الوقت بنشوف مجموعة من الجنود المرتزقة داخل غابات ماهاجايا، وبيكون معاهم 2 مختلفين عنهم وبيكونوا آسيويين، وهم بايو وصديقه لونج الصيني، علشان يساعدوهم في معرفة طريق موقع المهمة، وده بحكم معرفتهم للغابات. وبنعرف إن المكان ده موقع عمليات سري تبع الاستخبارات البريطانية، وبيكون في شخص اسمه ديفري، وبيكون هو المسؤول عن فريقه وعن المهمة، وبيبدأ يوزع رجالته علشان يقتلوا الجنود الموجودين داخل المعسكر ويسيطروا عليه. وبعدها بيشتبكوا مع الجنود اللي داخل المعسكر وبيقدروا ان هم يتخلصوا منهم. وفي نفس الوقت بيتصاب مرات الجندي جاكا وبتموت، وبيقرر ان هو ياخد سلاحه وبيروح علشان ينتقم منهم، وبتنفجر قنبله في المكان وبيفقد جاكا وعيه. وقتها بيقدر ديفرو وفريقه انهم يوصلوا لمكان قائد المعسكر، وبيقتلوا كل الجنود الموجودين في المكان، واخدوه معاهم علشان يعرفوا مكان السجن اللي محتجز فيه السجناء. وبعدها بنعرف ان سبب المهمه اللي بينفذها ديفرو هو تحرير شخص اسمه كولينز، واللي بيكون متورط في بعض الجرائم، وقرروا ان هم يخرجوه علشان يساعدهم في مهمة تانية. وبعد ما بيخرج كولينز من السجن بيضرب قائد المعسكر وبيقتله، وقبل ما بيمشوا من المكان بيفجروه بالكامل. وبعدها بيفوق جاكا وبيكون هو الوحيد اللي لسه عايش في المعسكر، وبيلاقي كل الجنود اللي كانت معاه كلهم اتقتلوا، وقرر يجمع كل الجثث علشان يدفنهم في مقبرة واحدة. وبعدين اخد جثة مراته ودفنها، وكان حزين جدا على فراقها، ووعدها انه هينتقم منهم وهيجيب لها حقها. بعدها بتكون في واحدة اسمها سوفينج، وبتكون بتقرا في الجرايد خبر تبرع تياو شان بثروتها كلها علشان تقضي على الجرائم، وبكده تياو شان بتكون خطر عليهم وعلى شغلهم. فبتتواصل سوفينج مع شخص وبتعرف منه انهم قدروا يحرروا كولينز، وطلبت منه مواعيد تياو شان والاماكن اللي بتبقى موجوده فيها. وفي نفس الوقت بيكون جاكا بيدور على باي ولونج اللي كانوا موجودين في المهمه، علشان هم اسرع 2 هيقدروا يوصل لهم لانهم من سكان المدينه. وبيعرف جاكا انهم موجودين داخل صاله قتال، وبيروح يدفع فلوس اللي بينسق الرهان على القتال علشان يواجه لونج، ولكن لونج بيقدر يفوز عليه وبينتصر. وبيروح بايو وبيعرفوا ان ده الشخص اللي كان موجود في المعسكر اثناء المهمه، فقرروا ان هم ياخدوه معاهم ويساعدوه. بعدها بيفوق جاكا وبيروح بايو يقدم له الاكل علشان يستعيد قوته من جديد، واتكلم معاهم جاكا وقال لهم ان هم كانوا مع الجنود المرتزقه اللي قتلوا رجالته، ولكن بايو بيقول له ان هم تعرضوا للخداع من ديفرو. ووقتها قدروا ان هم يهربوا من السجن ويحرروا السجناء اللي كانوا معاهم قبل الانفجار وقبل المكان ما يتدمر بالكامل، وعلشان كده عاوزين ينتقموا هم كمان من ديفرو. وبيتفق معاهم جاكا ان هم ينتقموا مع بعض من ديفرو وكولينز. وتاني يوم بيصحى بايو ولونج لكن مش بيكون جاكا موجود، وافتكروا ان هو ما عجبوش الاتفاق اللي كان بينهم. ولكن وقتها بيتفاجئ لونج بوصول الشرطه لمكانهم وقبضت عليهم، وفهموا ان السبب في وصول الشرطه ليهم هو جاكا. وبعد ما بيوصلوا لاسم الشرطه بيكون في انتظارهم جاكا علشان يتاكد انهم اتقبض عليهم، وبيتصل بالشخص اللي كان بيتواصل مع سوفينج، وبيعرفوا ان الاتنين المرتزقه اللي كانوا في مهمه تحرير كولينز لسه عايشين وموجودين في اسم الشرطه. وفي نفس الوقت بتوصل تياو شان لاستضافتها في لقاء صحفي، وبيكون كولينز وديفرو وفريقه في نفس المكان، وبنعرف ان مهمتهم الاساسيه هي قتل تياو شان. وبيجي اتصال لكولينز وبيعرف ان الاتنين اللي كانوا معاهم في المهمه موجودين في اسم الشرطه، وبيستغرب ديفرو انهم لسه عايشين لانه بيكون فجر المكان بالكامل. بعدها بنعرف من تياو شان خلال اللقاء الصحفي انها اتبرعت بثروتها للاعمال الخيريه علشان تقدر تمنع الجرائم وتقضي على الفساد داخل المدينه. وبتكون تياو شان بتشكل خطر على اصحاب الاعمال الغير مشروعه، علشان كده تم وضع خطه وتنفيذها لتحرير كولينز علشان يقتلها. واول ما بتخرج تياو شان من لقاء صحفي بيهجم عليها كولينز وفريقه، وبيقتل كل الحرس اللي معاها، وبتتصاب ليانج الحارس الشخصي لتياو شان، وعلى طول بتطلب منها ان هي تهرب لمركز الشرطه علشان يساعدوها توصل للسفاره. وبتقدر تياو شان ان هي تهرب، وبتركب توك توك علشان توصل لاسم الشرطه. وفي نفس الوقت بيتجمع كولينز مع فريقه بعد هروب تياو شان، وبيقرر ان هم يهجموا على اسم الشرطه علشان يقتلوا بايو وصديقه لونج علشان ما يبلغوش عنهم ويتقبض عليهم. واول ما بتوصل تياو شان لاسم الشرطه ما بتعرفش تتكلم معاهم لانهم ما يعرفوش اللغه الصينيه ولا الانجليزيه، وبالصدفه بيكون المؤتمر الصحفي الخاص بيها شغال، فبتشاور عليه علشان يعرفوا ان هي نفس الشخص دي، وبتحاول تعرفهم ان في اشخاص بيطاردوها وبيحاولوا يقتلوها. وبيروح واحد من الشرطه ياخد لونج من السجن علشان هو صيني وهيقدر يفهم كلام تياو شان ويترجم ليهم. بعدها بيكون باقي افراد الشرطه بيحققوا مع بايو بتهمه القتل الغير مشروعه، وفي نفس الوقت بيهجم كولينز
وفريقه على اسم الشرطة، وبيستغلوا ان اغلبية افراد الشرطة بتكون في دورية بره الاسم، وبدأ ان هو يقتحم المكان وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. ووقتها بتخاف تياو تشان وبتعرف ان هم قدروا يوصلوا لمكانها، وبتطلب من لونج ان هو يحميها. وبيقدر بايو ان هو يفك الكلبشات اللي في ايديه وبيروح يتقابل معاهم، لكن بيدخل عليهم فجأة واحد بالمرتزقة وبيعرف ان تياو تشان معاهم وبيقرر يقتلها هي الاول، ولكن بيقدر يشتبك معاه بايو وطلب من لونج ان هو يهرب تياو تشان. وبعدها بيوصل جاكا وبيقدر ان هو ينقذ بايو، وبايو بيقول له ان هو كان السبب في اللي حصل لهم وبلغ عنهم الشرطة، ومستغربين انه ليه خانهم، ولكن بيعرفوا جاكا انه استخدمهم كطعم علشان يقدر يعرف مكان كولينز وينتقم منه. وبيكمل جاكا انتقامه وبيشتبك مع واحدة من المرتزقة وبيقدر انه يقتلها. وكولينز بيعرف ان 2 من فريقه اتقتلوا، وبيطلب من ديفرو ان هو يستعد بالعربية علشان يهربوا من مكان قبل وصول الشرطة. بعدها بايو ولونج بيحاولوا يهربوا تياو تشان، ولكن كولينز بيطاردهم هو واحد من فريقه، ولكن للاسف مش بيقدر يوصل لهم. وبتتصل سو فينج بكولينز وبتعرفه انه فشل في المهمة وفقد السيطرة على الوضع داخل المدينة، وان هي هتأجر حد غيره، ولكن بيطلب منها فرصة أخيرة وهيقدر يتخلص من تياو تشان. ووقتها بيوصل واحد من الشرطة لمكان كولينز وبيطلب منه ان هو يسلم نفسه، لكن بيدخل جاكا في نفس الوقت وبينقذه. وبيرفع كولينز على جاكا مسدس علشان يعرف هو مين، وبيقول له جاكا انه انقذه وساعده علشان عاوز يشتغل معاه، وكمان يوصل لبايو ولونج علشان ينتقم منهم، ولكن مش بيقتنع كولينز بكلامه. ولكن جاكا عرفه ان هم كمان معاهم تياو تشان اللي بيدور عليها، وهيقدر ان هو يساعده في المهمة لانه عارف جميع طرق المدينة. وبيقتنع كولينز بكلامه وبياخده معاهم. بعدها بتكون تياو تشان مع بايو ولونج وبتشكر بايو علشان قدر ينقذها ويهربها. وبيراقب واحد من الشرطة، واول ما بيدخل المطعم بيسرق العربية بتاعته، ولونج بيطلب من تياو تشان هي اللي تسوق العربية وهي عرفها على الطريق اللي هيوصلهم للسفارة. وفي نفس الوقت بيكون جاكا مع فريق كولينز وبيعرفهم ان معاهم 48 ساعة علشان ينفذوا المهمة، والا سو فينج هتشوف حد تاني ينفذها. ولكن جاكا بيعرفهم ان تياو تشان عندها علاقات مهمة مع الصين ومفيش عندها مكان تاني تروح له غير السفارة الصينية. ووقتها بتكون تياو تشان بتحاول توصل للسفارة ومعاها لونج وبايو، ولكن الطريق بيكون واقف. وبتقرر ان هي تتصل بالحارس الشخصي ليها ليانج وبتطمن عليها، وبتعرفها ان هي قريبة من السفارة لكن مش عارفة توصل ليها علشان الطريق واقف. وبتقول لها ليانج ان في تهديد بوجود قنبلة داخل السفارة، وعندها معلومات ان اللي ورا الموضوع ده هو فريق كولينز. واثناء المكالمة بيلاحظ لونج حاجة غريبة في المكان، وبيقدر يشوف فريق كولينز بيقرب منهم، وطلب من تياو انها تهرب بالعربية. وبيحاول كولينز يضرب عليهم النار لكن بيهربوا منه. وبعدها بيتقابلوا مع جاكا وهو بيتصل بكولينز وبيقول له ان هم قريبين من المكان ولكن هربوا منه. بعد ما بيقفل المكالمة طلب منهم ان هم يهربوا وان معركته مع كولينز ومش معاهم، ولكن بيعرفوا بايو انه استخدمهم للمرة التانية كطعم. وبعدها بيوصلوا المطعم وبيدخلوا يستخبوا فيه من غير ما صاحب المطعم ياخد باله، ولكن بيروح ليه واحد من الفريق وبيعرفه انه من وزارة الصحة وبيكون عنده تفتيش. واول ما بيدخل بيسمع صوت موبايل وهو بيرن وبيفهم ان في حد موجود داخل المطعم، ولكن بيلاحظ صاحب المطعم وهو بيستخدم الموبايل بتاعه وبيخرج من غير ما يعرف يوصل لهم. وبيقفل صاحب المطعم المكان وبيمشي. وقتها بيتكلم السفير مع النائب بتاعه وبيقول له ان مركز الشرطة في ماهاجايا اتدمر بالكامل ومش هيقدروا ينقذوا تياو تشان الا ما قوات الدعم توصل تاني يوم. بعدها بتوصل رسالة على موبايل تياو تشان وبنعرف ان هي من ليانج، وبتقول لها ان هي مش هتقدر تنقذها ولا تعمل لها حاجه غير لما ترجع للسفاره. وبتسال تياو لونج عن الناس اللي بتحاول تقتلهم وبيشرح ليها اللي حصل، وعرفها ان تم خداعهم من واحد اسمه ديفرو وطلب منهم مساعدتهم في مهمه انسانيه، ولكن الغرض من المهمه كان تحرير كولينز. وعرفها ان الشخص اللي قابلهم وهربهم اسمه جاكا، وبيكونوا اتقتل كل اصحابه الموجودين في المعسكر وكمان اتقتلت مراته، علشان كده عاوز ينتقم من كولينز. وبيحاول بايو يعمل ليهم الاكل داخل المطعم. وبدات تتكلم تياو تشان معاهم واقترحت عليهم ان هم يستخدموها كطعم علشان يقدروا يتخلصوا من العصابه. وبالفعل بيتصل بايو بكولينز وبيقول له ان تياو معاها وبيطلبوا فيها $100,000 مقابل ان هم يسلموها تياو ويبعد عنهم، وانهم هيتقابلوا مع بعض في نادي اسمه بولو. وعلى طول بيوافق كولينز على العرض. وبعدها بيطلب من ديفر وقناصين يكونوا موجودين داخل المكان ورجاله تحميهم ويخلصوا عليهم. وبيروح بايو لواحد كان بيشتغل معاه واخد منه اسلحه علشان يقدر يواجه فريق كولينز. ووقتها كولينز بيكون مستني بايو في المكان اللي اتفقوا عليه، وبيطلب من ديفر ان هو يوزع رجالته في المكان ويستعدوا للمهمه. وبيوصل لونج ومعاه تياو تشان وبيتقابل مع كولينز، ولما سالوا عن صديقه بايو عرفوا انه هيستناه بره المكان علشان يامنه. واثناء وهم
بيتكلموا مع بعض بايو بيقدر يتخلص من رجاله ديفرو واحد ورا التاني، وبعدها بيروح بايو لمكان كولينز وبيبدا يضرب النار على كولينز ورجالته، ولونج بياخد تياو تشان علشان يامنها وبيبدا ان هو يشتبك مع باقي المرتزقه. وفي نفس الوقت بيروح جاكا لديفرو وطلب منه انه يرمي السلاح بتاعه، وهو كمان بيفضي سلاحه من كل الرصاص اللي موجود فيه، وعرفه ان الناس اللي اتقتلت داخل المعسكر كانت رجالته وكان من ضمنهم مراته، علشان كده هيتعارك معاه بايده علشان ينتقم لموت مراته. وبدا يشتبك معاه في مواجهه عنيفه، وفي نفس الوقت لونج كان بيتعارك مع واحد من فريق كولينز وكانت بينهم مواجهه عنيفه جدا، وبيقدر لونج ان هو يتخلص منه ويقتله، وبيرجع على طول جاكا وبينقذه من ديفرو اللي كان خلاص هيقتله في اخر لحظه، ولكن بيضربوا ديفرو وبيوقعوا على السلم، وبيقدر جاكا ان هو يضرب ديفرو ويقتله. وبعدها بيجي اتصال للسفير وبيعرفوا مكان تياو تشان وبيطلب منه انه يبعت لهم الدعم علشان ينقذها، وبيرجع جاكا ينضم لبايو وبيساعدهم قبل ما كولينز يقتله. وبيعرف كولينز ان جاكا خدعه وكان المفروض يسمع كلام ديفرو، ولكن بيقول له جاكا ان ديفرو مات، وبدا يشتبك معاهم في مواجهه عنيفه جدا، ولكن بيكون كولينز اقوى منهم وبيقدر يتغلب عليهم، وبيضرب جاكا وبيوقعه من الدور الاول، وبيفقد جاكا وعيه. وبتروح تياو تشان علشان تطمن على جاكا وتساعده، ولكن بتتفاجئ بكولينز وهو معاه سلاح علشان يقتلها، ولكن بيقدر لونغ ان هو ينقذها وبيتصاب برصاصه مكانها في كتفه، وبتكون دي اخر رصاصه في مسدس كولينز، وبيتعصب جدا علشان واجه صعوبات كتير جدا علشان يقتلها وبرضه ما قدرش، وبيتصدم ان بايو لسه عايش، وهو بيقول له انه حاول يقتله مرتين قبل كده لكن المره دي مش هيسمح بيها، واشتبكوا مع بعض في مواجهه عنيفه جدا، وقدر بايو انه يتخلص من كولينز ويقتله، ولكن بيكون لسه في واحد من فريق كولينز لسه عايش، وبيروح ياخد سلاح من على الارض علشان يقتل بايو، ولكن تياو تشان بتقدر ان هي تاخد بالها وبتقتله بالمسدس اللي معاها. وبعدها بيشكر بايو تياو تشان انها انقذته، وبتوصل الشرطه للمكان وبتكون معاها ليانغ، وبتعرفها ان جاكا هو اللي اتصل بيهم وعرفهم مكانها، وقالت لها ان هم قدروا يوصلوا للشخص اللي كان مسؤول عن قتلها وقبضوا عليه. وبكده يكون فيلمنا خلص، وما تنساش تزورنا في القناه هتلاقي ملخصات كتير تعجبك، ولو في فيلم عاوز نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. سلام.